يلا بقى يا حاج، اشرب يا حبيبي الشربات عشان نمشي. هو انت صحيح ايه اللي اخرك كده؟ ده احنا قعدنا كتير ناخد وندي في الكلام، احنا وهناء. كنت فين يا حاج؟ كنت واقف كتير تحت جوي. لا يا حاج، انا ما فضلتش واقف في الشارع ولا حاجه. انا دخلت الحاج فتوح. ما ينفعش اللي انا اطلع لبنتي وما اعديش عليه ولا اشوف. ايوه صح يا حاج، عداك العيب. هي دي الوصول يا اخوي. ايوه صح يا عبد الله. طب واحواله الصحيه عامل ايه دلوقتي؟ اتحسن يعني ولا ليه؟ اتحسن. ادعي له يا حاج. ده انا قاعد كل ده اتكلم فيه واحايل له في الكلام واضحك واهزر معاه، وهو يا عيني مش نطق كلمه، ما بيتكلمش ياما، واخد صدمه عصبيه كده وقاعد. يا حول الله يا رب، يا حول الله. طب وانت ما عرفتش العيله دي عملوا فيه ايه؟ الراجل كان زي الفل في الفار. والله انا ما عارف يا حاجه. انا سالت سعيد وحسن، قالوا لي والله احنا كنا بنشد مع بعض شويه، وبعد كده ابوهم وقع في الارض، ما قامش تاني يا عيني. ربنا يشفيه، ربنا يشفيه يا رب. طب ما تتطقس كده يا حاج، واعرف يعني هما كانوا بيشدوا مع بعض في ايه. يا عيني، ايه الكلام اللي يخلي الراجل يوجع كده ما يقومش تاني؟ لا يا حاج انا مالي، دي احوال عائليه، ماليش اللي انا اتدخل فيه. السلام عليكم. ازيك يا جدي؟ ازيك يا ست ابوهم؟ ازيك يا ستي؟ عاملين ايه؟ ايه دي؟ مين؟ فتحي. تعالى يا حبيبي، تعالى، تعالى اقعد معانا واشرب الشربات. لا يا جدي، انا مش عايز اشرب شربات. انا طالع اقول لك ان ابويا بيقول لك ما تمشيش عشان هو طالع يقعد معاك شويه. عايز تقعد معايا شويه؟ يا رب خير. ماشي ماشي يا فاتح، اطلع اقعد هنا وانا هخلي هناء تجيب لك عصير مانجا. بقول لك ايه يا جدي، انت عايز تعرف ابويا عايزك في ايه؟ ايوه طبعا يا فتحي، عايز اعرف ابوك عايز ايه، حتى اتجسر عليه المسافه. فيه يا واد، فيه يا فتحي. طب انا هقول لك، بس انت مش تقول لامي، اصل انت خباص وبتروح تقول لها وهي بتضرب. عيب يا واد يا فاتح، عيب ما تكلم جدك كده. اقعد يا ساكت يا، مش عايزين نعرف حاجه. استني يا حاجه، استني، احنا عايزين نشوف البلاوي اللي جايه لنا من اول يوم. امك ياض عملت له حاجه؟ اقول يا فاتح، ما تخافش مش هروح اقول لها. ايوه يا جدي، امي عملت نصيبي. ايوه، مسكت لابويا السكين وضربته في دماغه بيه. يا حزني، مسكت له السكينه؟ وايه كمان؟ وايه تاني ياض يا فاتح؟ انت يا انت، لا ماليش دعوه، كفايه عليك كده. انت يا واد يا فاتحي، تعال اقول لك، انت يا واد. ماشي يا فاتح، ماشي، هديك بالبلغه فوق نفوخ من اللي انت بتعمله ده. شايفه النصايب؟ شايفه النصايب يا حاجه؟ هنعمل ايه في البلوه دي؟ يعني لما سعيد يطلع كده ويقول لي بنتك اديتني بالسكينه في نافوخي، اقول له ايه؟ اقول له يموتها ولا اخدها وانا ماشي؟ استهدى بالله يا حاج، ما ينفعش تسمع من طرف واحد، لازم تقعد الاتنين وتسمعهم. ما يمكن يا اخويا بنتك عندها حاجه. حتى لو هي غلطانه يا حاجه، تيجي وتقول لابوهي، مش تمسك السكينه وتضربها في دماغ جوزها. غلط يا حاجه اللي انت بتقوليه دي. بقول لك ايه، انت حر انت وبناتك، ناديه وافهم منه، ما توجعوش دماغ. انت شايفه كده يا حاجه؟ ماشي يا حاج، ماشي. بيت يا سعاد، انت يا بيت، انت يا بيت يا هناء، هم راحوا فين كل ده؟ انت يا بيت، تعالى انا عايزك. اقعد كده يا حاج، اشرب الشربات وروق دمك، عشان الحكايات دي كتيري، هو لسه يا اخوي انت ما شفتش حاجه، فعايزه روقان بال. اقعد وسيبك منهم دلوقتي يظهروا. وانت قاعده ساكته ليه كده؟ قاعده ساكته ليه يا ام البنات؟ شوفي تربيتك اللي جايبه لي نصايب فوق نفوخ. اهدي فيه يا حاج، هو انت عشان مش لاقي حد تطلع زرابينك فيه جاي يطلعها فيا؟ انا مالي، انت اتصرف مع بلاتك يا اخوي. ما شاء الله، انتوا الاتنين رميتوا علي البلاوي كلها، يعني انا اللي هشيل الهم لوحدي؟ ماشي، ده انت شكلك هتموت يا عبد الله من اللي انت فيه دي. ما شاء الله، انتوا الاتنين رميتوا علي البلاوي كلها، يعني انا اللي هشيل الهم لوحدي؟ ماشي، ده انت شكلك هتموت يا عبد الله من اللي انت فيه دي. يا لهوي، يا عيني عليك يا اخوي، يا عيني عليك يا حسن، انت اللي اتجوزت واحده مفتريه. يا لهوي يا هناء، ده انت ضربه كبيره قوي يا بيت. طب انا هضحي ازاي؟ اضربه بالخرزانه دي ولا ادلق عليه جردل الماي؟ حرام علي، هو الراجل ناقص. انا جيت اهو يا بيت يا سعاد، وجبت لك البصلايه زي ما قلتي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انت شايفه الجثه دي هنعرف نصحها ازاي يا حبيبتي؟ ايوه نوري عقلك كده، انت عايزانا انور عقلك بعد اللي انت عملتيه دي بلوه سودي. ده انت ضربه كبيره قوي، انا مش عارفه اصحيه ازاي. انا هقولك، احنا هنحط البصلايه دي في مناخيره، ايوه هنحشرها كده، ونحط الجردل في دماغه، ونديبه بالخرزان على رجله. يا لهوي، احنا هنعمل كل ده في الراجل؟
ده الراجل ميت مقتول، ده احنا بنحاسبه مش بنفوقه كده. روحي يا هناء، روحي فيلي كوبس كهربي زي ما انا قلت لك كده، عشان لو هو فاق وقام يصرخ ولا عمل اي صوت يكون احنا في العتمه كده دارينا الحاجه اللي معانا دي، وهنقول بقى اللي احنا بنصحيه لقيناه بيصوت ومش طايق نفسه. ماشي، انا هروح ارفع كوبس الكهربي. طب احنا في العتمه هنشوف يعني احنا بنعمل فيه ايه ولا هنعمل ايه. بصي بقى دي بتاعت ربيني، احنا هنخبط وهو يخبط فيني لحد ما يجو، عشان دي نسيبها سودي. هيسجنوك يا بيت، حماتي لو شافت ابنها كده هتبلغ عنك الكراكوب. والنبي يا سعاد ما كان قصدي اعمل كده، انا كنت عايزاه يبعد عني. امشي يا هناء، امشي من قدامي، ملهوش لازم الكلام اللي انت بتقوليه دي. طيب حاضر حاضر. السلام عليكم يا حاج. ادخل يا حاج. تعالى تعالى يا سعيد، اتفضل. تعالى انا مستنيك. السلام عليكم. منورينا يا جماعه. معلش يا حاج اللي انا خليتك يعني قاعد مستنيني. انا مش قادر اجو، انا لسه صاحي من النوم. يا لهوي. معلش معلش يا سعيد، مالك يا اخوي؟ مالك؟ مين اللي زعلك كده؟ ده حد يعني؟ ما فيش حد، مش عارف اقول لك ايه. يا لهوي. امي. فيه يا واد، خضيتنا. ايه المشكله يعني مامك تطلع؟ مالك يا سعيد، مين اللي عمل فيك كده؟ هي المشكلة دلوقتي مين اللي عمل فيا كده؟ المشكلة امي لو شافتني هتديني بالبرغة فوقنا فوق اللي انا فيه دي، وهتطلع عين سعاد. تووني يا ولاد تووني. الحمد لله، الحمد لله النور قاطع. الحمد لله يا رب، ستر من عام. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ معلش بقى انا مش شايفه حاجه من العتمه دي. هو انا شكلي وشي وحش عليكم؟ النور قطع عليك ايدي. لا يا حاجه مفيش حاجه. وشك عفش، ده انت وشك زي القمر. ايوه والله، ده انت جيتي في الوقت اللي احنا عايزينك فيه. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ام هناء؟ انا جيت في الوقت المناسب ازاي يعني؟ ايوه طبعا جيتي في الوقت المناسب، ما انت اللي هتنوري العتمه دي يا حبيبي. يا اختي ان شاء الله يخليكي لي ويخلي لي كلامك الحلو دي. يا يخرب لهوي. بيتك. خلاص يا حسن، خلاص بالله عليك، خلاص احنا حقك علي، حقك الحقني يابا، الحقيني ياما. مش جايين انتوا الاتنين تكملوا علي؟ هو فاكرين ان انا نايم مش حاسس بيكم؟ ده انتوا طلعتوا عصابي، تستاهلوا كل خير شفتوه مني. بنت يا سعاد، انا مش قادره يا بنتي، يا لهوي عليه، حرام عليك يا حسن، انت ترشقتني في دماغ خليك ايدي، يخرب بيتك. بقول لك ايه، اعملي نفسك اللي انت موتي لحسن شكله عايز يكمل علينا تاني. طيب الحمد لله، عشان انا كنت حاسه كده ان انا وشي وحش عليكم. الحمد لله نور جه اهو. عاملين ايه؟ عامله ايه يا حاجه؟ عامله ايه يا ام هناء؟ انا عارفه ان انا طال غيابي، بس انتوا عارفين بقى ان الحاج تعبان وما اقدرش اسيبه الوقت. لا يا حبيبتي مفيش حاجه، عذرك معاكي، ربنا يشفيه ويقومهولك بالسلامه. يا رب يسمع منك يا ام هناء، يا رب يا حبيبتي، اصل الواحد زعلان قوي وقلبي وجعني عليه. ايوه طبعا لازم تزعلي على جوزك، لو انت مش زعلتي وحزنتي تبقي سيتي قلت الاصل، وهو راجل ولا كل الرجال، غلبان وطيب وفيه كل الصفات الحلوه، ربنا يشفيه. ايوه النبي يا حاج عندك حق، كان راجل ولا سيد الرجال. دلوقتي يا اختي حاسه ان انا قاعده لوحدي كده ووحيدي مش لاقي حد يكلمني. ايوه ربنا يشفيك يا حاج. هو ايه دي؟ مالك يا سعيد؟ هو انت مديني جفاك لي كده؟ هو انت يعني كنت نايم في حضني ولا كنت نايم في حضني؟ مش تسلم عليا كده وتقول لي عامله ايه يا ماما؟ ها؟ ايوه يا عم. ايوه انت عايزه حاجه؟ لا يا اخوي، عايزه اشوف وشك ملك الرحمه. وحشتني يا واد، وما جتش يعني ولا طليت على ابوك ولا شفتني النهارده. بص لي كده يا واد يا سعيد، فيه ايه؟ السلام عليكم. اطلع يما، في حد خالع راسه؟ تعال تعال يا حسن، مفيش هيني حد غريب، ده ست ابوهم وام هناء. تعال، الله اكبر عليك. السلام عليكم. ازيك يام؟ عاملين ايه؟ بالزغراتي على ايه يام؟ بالزغراتي على ايه؟ على خيبة ابنك السودي؟ ايه دي؟ يا لهوي، ايه النصيبه السودا دي؟ ايه اللي حصل لك يا واد يا حسن؟ يخرب بيتك يا هناء، انت ضاربه الواد ليه كده؟ مش للدرجه دي. ايوه يام، عامله فيا كده وانا حتى ما قعدتش جنبيه. اما لو كنت قعدت جنبيها كانت عملت فيا ايه؟ شايف يا حاج؟ شايف بنتك عملت فيا ايه؟ اني يا اخويا، انت بتكلمني اني؟ انا مش ابوهم ولا اعرفهم، انا مش شايف حاجه، انا عيني اتعمت خلاص. ايه دي؟ يا لهوي انا ياما، يا لهوي انا ياما، مش قادر يابي. معلش يا بنت يا سعاد، اجمدي يا بنت اجمدي، هنطلع لابوك دلوقتي وهنلبسه نصيبي.
اصبري بس علي، اصبري. اقعدي ساكتة يا مصيبة المصايب. احنا لو طلعنا كده هنتطلق احنا الاتنين. يا لهوي علي يا لهوي. والنبي لا اطلع، وهقول لابوي ضربني يابا وموتني، موتنا انا واختي يابا، فطسنا ببعض كده كنا زي الطعمية. وانت كمان ايه اللي حصل لك يا سعيد؟ يا لهوي، ده انت يا ابني فيك جروح اكتر مني. يخرب بيتك، اقعد ساكت، امك مش شافتني لحد دلوقتي. يا لهوي يابا، وعلى نصيب الاسود، على نصيب الاسود، على مراتات عيالي. ينفع يا حاج؟ طب اتكلمي يا ام هناء وقولي حاجه. ينفع كده الضيوف تيجي تشوف ابني يوم الصباحيه تلاقيه مضروب في نافوخه؟ ليه؟ عمل لها ايه؟ عمل لها ايه؟ عمل لها ايه عشان تعمل فيه كده؟ اقعدي ساكته يا ام، اقعدي ساكته، هتلم علينا الناس. ايه دي يا دي النسيبه السودة؟ يا لهوي على خيبه عيالي السودة يا ولاد. لا لا يا حاج، انت تاخد عيالك وانت ماشي. الحاج مقتول، الحاج اتقتل ودلوقتي بيتحاسب. من اللي انا بشوفه دي انا بتحاسب. سيبوني اتحاسب مع نفسي. استهدي بالله يا ام، استهدي بالله. احنا هننزل دلوقتي نروح للكراكون ونبلغ عليهم تروحوا الكراكون؟ ده انا اللي هروح فيهم الكراكون. هما فين؟ هما فين جوز العيرة دول؟ بقول لك ايه يا وليه انت عماله تقولي كلام عيفش واحنا قاعدين على العيال. اقعدي ساكتي ما نسمع منهم هم كمان. مش يمكن عيالك ضربوهم ولا عملوا لهم حاجه؟ كانوا بيدافعوا عن نفسهم يا اختي، انا متوكده ان هو ده اللي حاصل. والله يا ست ابوهم، انت شايفه عيال الرجال وشوهم الاتنين بايظين ازاي، وزعلاني اللي انا بتكلم عليهم عفيش. طب هم فين؟ هم فين؟ يجوا يفهمونا ايه اللي حاصل. انت يا بنت يا سعاد، انت يا بنت انت وهناء، تعالي يا بنت ما تخافوش. ايوه يا ست ابوهم، ايوه احنا جايين، احنا سامعين كل حاجه، احنا جايين اهو. ايه دي يا دي النسيبه السوداء؟ هو انتوا عملتوا في نفسكم ليه كده؟ شايفاه؟ شايفه يا مسعد؟ شايفه هم اللي عملوا في نفسهم كده، الاربعه جولات الادب، وهم اللي عايزين يترابوا. هو ايه يا اخت البلاوي السوداء دي؟ فيه يا سعيد؟ انت يا دي حاسن، ايه اللي حاصل عشان تعملوا في نفسكم كده؟ والله ياما ما عملت لها حاجه. انا اول مره اشوفها بالمنظر دي. ما كانت حلوه الصبح، ده هي اللي جابت السكين وضربتني في نافوخي بيه. يا حزني، جابت السكين وضربتك في نافوخك؟ وانت يا حاسن ضربتك بالسكينه برضه؟ لا ياما بصراحه ما ضربتش بالسكين. احنا نحن نختلف على الاخرون. ايه، احنا على طول مختلفين عن الناس. انا المره دي مضروب بشوم. سامعه يا ست ابوهم؟ سامع عيالي مضروبين بايه؟ عملوا ايه؟ عملوا ايه عشان يدربوا كده؟ طب وانا عايزاك تقولي لي، دي منظر بنات جايبينها لكم زي الفول؟ العيال كانوا زي القشطه امبارح، نيجي نلاقوهم متشفلطين كده؟ انتوا بقى عايزين حقوكم واحنا عايزين حقين، ويلا بقى نخرب بيوتهم هما الاتنين. انت شايفه ده الحل يا ست ابوهم اللي احنا نخرب بيوتهم؟ طب فهموني يا ولاد، جوز نسوان يضربوا جوز رجالي بالطريقه دي؟ انا بصراحه يا وليه مش عارفه ارد عليك اقول لك ايه. يا وليه انت شايفه وشهم فجاه من القمر؟ ده وشهم بايظ خالص. انت يا بنت انت وهي، انتوا عملتوا فيهم ليه كده؟ والله يا ست ابوهم ما كنت عايزه اعمل فيه كده، هو اللي خلاني اعمل كده. جر شاكلي وقال لي انا لازم اتجوز نعمه، لازم اتجوز نعمه عليكي عشان نبني مستقبلنا. قلت له عايز تبني مستقبلي؟ طب والنبي اجيب اجلك النهارده. وعصبني خالص، خلاني اروح اجيب السكينه واضربه في نافوخه كده. هو انا كده غليت؟ ماشي، خليك انت كده على جنب. وانت يا ست هناء عملت في الواد ليه كده؟ ايوه يا حاج، ما انا جايه لك في الكلام اهو، هقول مش تسكتي فيا كده، انا تعبانه الواحد. ماشي ماشي يا زينة البنات، عملت في الواد ليه كده؟ انا هقول لك اهو، هقول. بص يا ست ابوهم، فاكره ما احنا كنا قاعدين قدام الفرن وقلت لي يا بنتي يا هناء اوعي تسمحي الراجل ان هو يقعد معاك في حته لوحدكم؟ ايه، انا ممكن اكون قلت لك كده بس مش فاكره. ايه اللي جاب دي؟ اللي دي هي ست هناء. ايوه ما انا هقول لك اهو، ونبي النبي اللي هقول لك، وانا عارفه ان انت مش هتغلطيني عشان انت ما بترديش على الغلط. احنا اول ما خلصنا الفرح ودخلت الشقه، هو دخل على الاوضه وانا قلت له انا هدخل الحمام عشان اغير هدومي. قعدت اتاخرت جوه. انت مالك يا حسن تيجي تخبط عليا ليه وتستعجلني؟ مالك انا في الحمام بحمل ايه؟ ايوه وبعدين؟ وايه المشكله يعني اما يخبط عليك ويستعجل؟ لا مشكله، الحمام ده اسمه بيت الراحه، توجع لي دماغي ليه وتقعد تخبط علي؟ افرض انا بعمل حاجه ولا حاجه تقلقني ليه؟ ايوه وبعدين؟ عايزه بقى اعرف انت عملت ليه فيه كده. وبعدين قلت له يا حسن انت مستعجل ليه؟ هو انا هطير؟ قال لي لا انا ما اقدرش اكل من غيرك انا جعان. وقلت له انا مش جعان، يسيبني في حالي.
روح كل وانا هاجي وراك. قال لي لا والله لا استناك، وفضل قاعد لي هنا، فضل قاعد لي هنا مستعجلني. واول ما خلصت دخلت الاوضه لقيته قاعد على الصينيه بياكل. طب انت قلقتني ليه من الاول؟ واول ما شافني قاعد يقول لي كلام ويغزل فيه. عيب عيب يقول لي الكلام دي يا ست ابوهم. مش كفايه اللي انا سامحاله ان هو يقعد معايا في شقه واحده؟ قعدت اقول له اقعد ساكت يا حسن، ما تقعدش تقول لي الكلام دي، عشان انا الكلام دي بيخليني ابقى مكسوفه وخايفه منك. قعد يقول لي لا ما تخافيش ويقرب علي. وفي الاخر بعد ما قرب علي يقول لي ايه، تعالي وكليني يا حبيبتي ياكلك عزرائيل يا اخوي. ورحت جايبه الشومي وضرباه في نافوخ. ايه انا كده غلطت يا ست ابوه؟ بص يا اولاد، بصوا لي كده عشان اعرف اكلمه. بص يا حبيبي، جوز النسوان دول ما تربوش، احنا ما عرفناش نربيهم، دول عايزين علقه كبيره منكم. احنا هنمشي دلوقتي وانت وهو تتلموا عليهم، عايزينهم نشوفهم في المستشفى. ايوه عشان ما فيش واحده منهم ترفع عينيه في جوزها تاني. ايه دي ايه اللي انت بتقوليه ده يا ست ابوه؟ واحنا قلنا اللي انت هتنسفينا وتدافع عننا؟ انت عايزه جوزي يضربني يا ستتي؟ ايوه لازم يضربوكوا عشان انتوا جوز نسوان قلات الادب، عشان ما فيش واحده ترفع عينيها في جوزها. لو عملوا لكم حاجه ليكوا راجل، ليكوا اب يترد عليه. مش مخلفين رجاله، احنا مش مخلفين رجالي عشان يضربوا جوازاتهم بالطريقه دي. ايه دي يعني انت عايزه تقولي لي ان انا هتضرب تاني؟ يا حزني وشي بايظ مش قادره. انت يا واد التوهو زي ما انا قلت لك كده، ماشي سامعين؟ خلاص يا ست ابوه، خلاص انا مقدر ان هي كانت خايفه ومكسوفه مني، وانا يا ست ابوه خلاص انا مش هقدر اعمل لها حاجه عشان انا اللي عصبتها وقريت شكلها صراحي. حصل خير. شفت بقى يا مساعد، شفت بقى يا حبيبتي، شفت بقى العيب فين؟ العيب انك مخليفه جوز حريم. هما الاتنين مش عارفين يمشوا على مراتاتهم. مش احنا يا حبيبتي ان عيالنا مش متربيين. انا همشي عشان كفايه كده بقى قله ادب. يلا يا عبد الله مش عايزاك تنطق كلمه تاني. ليه كده ليه؟ انا ربيتكوا على كده؟ ماشي، ما انا عارفه اللي انت هتعملي كده يا ست ابوهم. هو في حد بيعرف ياخد منك حق ولا باطل؟ ماشي يا ست ابوه، والنباني اللي هعرف اجيب حق عيالي. انت يا بنت التوهيج، مده الفرح والراحه اللي انتوا كنتوا فيها دي خلصت خلاص. انتوا جوز اخيركم نهارتي الفجريه تكونوا عندي تحت في الدار، تقعدوا تخبيزوا وتنظفوا الدار وتعملوا بلقمتكم. ازاي يعني ياما تنزلك الفجريه؟ انا لسه عريس ياما، اسبوع كده ان شاء الله وتبقى تنزلي. انت تقعد ساكت، انت تقعد ساكت، لا اقطع لك لسانك وتفضل طول عمرك اخرس ما بتتكلمش. اقعد ساكت، مش كفايه جبتولي الكلام من ست ابوهم اللي انا معرفتش اطلع رجالي؟ انا بقى اللي هعرف امشي جوز النسوان دول. وبعدين يا اخوي هي مش هتطير، هي هتنزل تقضي حاجتنا هي واختها وتبقى تطلع لك تاني. بص يا حماتي، احنا لازم نقعد يومين على اللي احنا فيه دي عشان نفوق من العجل اللي احنا فيه. انا مش هقدر اقوم الفجريه اقضي يا اولاد وانا وشي بايظ كده. ليه يا ست سعاد؟ هو انت لو قعدت على الفرن تخبزي هتخبزي بوشك؟ بقول لك ايه، هي مره انت وهي تقوموني الفجر ودي اخر كلمه عندي. والنبي يا حماتي لا نديمك اللي انت وقفتي وكلمتينا بالطريقه دي، بس اصبري علي. يلا يا سعاد، يلا على شقيتك، كفايه قاعده مع العرسان، سيبيهم على راحتهم. حاضر يا اخوي عيناي. يلا سلام عليكم. وحياة امك تسيب العرسان على راحتهم. والنعمه يا حسن اللي انت عملته فيا دي لا طلع عليك انت وامك هنا في انا همشي بقى يا اولاد عشان اسيبكم على راحتكم. انت بتبصي لي ليه كده؟ عايزه مني ايه؟ انت اللي عايز ايه؟ انت اللي واقف مبلمني كده. ادخل نام يا حسن، ادخل وكمل الغيبوبه بتاعتك وفز من وش اني امك توقف تكلمني بالطريقه دي وانت حاطط لسانك في بقك. ماشي ما تزعلش بقى من اللي انا هعمله. شويه شاي حلوين قوي، تسلم ايديك يا بنت يا سعاد. ايوه والله شويه شاي يخشوا النافوخ كده يخلي الواحد يقعد يعرف يفكر. طيب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انزل الفجريه عشان ارضي حماتي واقول لها سيبيني هاني، سيبيني الاسبوع دي اقضي واعمل كل حاجه وسيب اختي ارحميه عشان هي عروسي، ولا اخلي هناء تنزل معاي ما انا وشي بايظ زيه، ولا هي عشان عروسي وانا جاموس؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه محتاري. ما يا اختي هي اللي عملت البلاوي دي كلها وعملت النصايب دي. اعمل ايه؟ تعملي ايه يا بنت سعاد؟ تعملي ايه؟ يا رب نور نفوخي. ايوه انا هنزل الفجريه وماليش دعوه بحد. هناء حبت تنزل تنزل، ما حبيتش هي بقى تشيل بلاويه، انا ماليش دعوه. قال ايه؟ عايزه تنزلني الفجريه وانا عروسي، والنبي لا نام واعمل اللي انا عايزاه وما فوق بنزل لاهي واللي عندها تعمله. ايوه والنبي حلال فيه اللي انا هعمله عشان هي مش مقدره اللي انا عروسي وان وشي بايظ كده. بقول لكم ايه متابعين، احنا بنحبكم قوي قوي
وسبب غيابنا سبب انتوا عرفتوه. خلاص مش هنقعد نتكلم كتير. عايزين بقى لايك وتعليق على الحلقات الجديدة. مش هيبقى انتوا وجوازاتنا عليني والحما الظلمة دي.